في سر واحد عن البشر لو فهمته هتعرف كلنا كبني ادمين بنشتري ليه. ساعتها انت هتقدر تسوق لاي حاجه انت بتبيعها في حياتك. علشان نبدا، ده الفيديو الرابع في البلاي ليست اللي احنا بنتعلم فيها الديجيتال ماركتنج مايند سيت، ودي هدفها ان احنا عندنا المايند سيت اللي عند كل ديجيتال ماركتير ناجح. ملناش دعوه بالتولز، ملناش دعوه بان انا اديك حاجه اقول لك خد طبقها زي ما هي، لا انا بفهمك العقليه او المينتاليتي بتاعت اي ماركتير لازم تكون عامله ازاي. فلو ما شفتش فيديو 1 و 2 و 3 تقدر ترجع تشوفهم في البلاي ليست علشان تبقى ماشي معانا بالتوازي. اي انسان في الدنيا بيشتري منتج او برودكت او بيقرر ان هو يدفع فلوس في حاجه، خليك فاهم ان هو مش بيدفع فلوس في الحاجه دي، هو بيدفع فلوس بسبب ثلاث حاجات مالهمش رابع. يعني مثلا على سبيل المثال عشان اقول لك قبل ما نبدا، لو انت دلوقتي بتروح تشترك في جيم، انت مش بتشترك في جيم عشان الاكويبمنتس اللي في الجيم دي شكلها حلو، او عشان مثلا انت بتخش الجيم ده في عدد ساعات معين، او ان انت بتروح تسمع ميوزك او كل الكلام ده. انت بتشترك في الجيم ده علشان حاجه واحده بس، عشان تبقى نسخه احسن من نفسك، علشان بعد فتره لما تبص في المرايه تلاقي شكل جسمك اتغير، فتحس ان انت دفعت الفلوس مقابل الحاجه دي. انت اصلا وانت بتدفع الفلوس بتبقى مش متخيل حاجه في الدنيا، ولا بقى الشكل الجيم عامل ازاي، ولا الاكويبمنتس، ولا كل حاجه، غير بس ان انت بتتخيل شكل جسمك بعد فتره هيكون عامل ازاي. فدي مثلا نقطة مهمة جدا. طيب احنا اصلا ايه الثلاث حاجات اللي عندنا؟ احنا عندنا حاجة اسمها البين، وعندنا حاجة اسمها الديزاير، وعندنا حاجة اسمها الايدنتيتي. البين ده اللي هو الألم، الديزاير اللي هي الرغبة، والايدنتيتي اللي هي الهوية. اي حد فينا بيشتري حاجه ما بيبقاش عنده غير ثلاث حاجه من ثلاث حالات من الحالات دول. طيب البين ده اللي هو مثلا ايه؟ زي مثلا الخوف من الفشل، او ان انت بتهرب من حاجه معينه او من واقع معين انت مش عايز توصل له. ده مثلا اسقاطه على سبيل المثال على الجيم، ان انت مثلا وزنك بدا يزيد او بدات تخس جدا، فعايز تنزل الجيم عشان يبقى جسمك كويس ومتناسق. فهنا انت مثلا بتبتدي ان انت تروح الجيم علشان انت عندك بين من حاجه معينه، عندك خوف من فشل، خوف من شكل جسمك يبقى وحش، خوف من ان انت تبقى مكسوف تبص في المرايه. فده مثلا بقرار شراء بيتم عن طريق البين. طيب مثال تاني مثلا ان انت بتروح تشتري كورس معين علشان عايز تتقن مهارة معينة علشان تقدر تحقق منها فلوس. فهنا بيبقى عندك خوف من الفشل او خوف من ان انت ما يبقاش معاك فلوس، فبالتالي بتروح تتعلم مهارة انت بتشوف ان هي بتحقق فلوس، فبتبقى متخيل نفسك وانت بتشترك في الكورس ان انت بعد ما تخلص الكورس ده هيبقى معاك فلوس، فتقدر تحقق الحاجات اللي انت نفسك فيها اللي انت مش عارف تحققها من غير المهارة دي او العلم ده. فده كده مثال بسيط او سريع عن البين. النقطة التانية وهي الديزاير او الرغبة. انت مثلا لما بيبقى عندك رغبة ان انت تكون بتلبس مثلا بستايل معين، او بيبقى عندك رغبة مثلا ان انت تعيش بلايف ستايل معين، او تشتري عربية معينة، تعيش في اماكن معينة، ده كله قرارات او حاجات بتترسخ جواك علشان انت بعد كده تروح تشتري السيرفيس او البرودكت اللي يقدر يحقق لك ده. فانت هنا لما بتيجي مثلا تشتري لبس من براند كبير او لبس غالي مثلا، بتبقى انت مش بتشتري اللبس ده علشان هو يعني متصنع بطريقه ما فيش حاجه اتصنعت غيرها، لا بالعكس، انت ممكن اصلا تلاقي لبس البراندز ده في براندز لوكال او براندز مش معروفه بتعمل نفس الكواليتي ونفس كل حاجه بسعر اقل، بس انت بتبقى شاريه علشان انت عايز تعيش بلايف ستايل معين، او علشان انت تبقى لابس من براندز معينه. نفس المثال مثلا على العربيات، انت ممكن تروح تشتري عربيه، ممكن عربيه باقل من ثمنها 10 20 30%، وتقدر تحقق لك نفس اللي انت محتاجه، ولكن انت بتشتريها علشان مثلا لايف ستايل معين انت عايز تعيشه او هكذا. طيب النقطه الثالثه اللي بتخلي اي حد يشتري هي الايدنتيتي او الهويه. في ناس بتشتري مثلا MBA، او بتشتري مثلا حاجات معينه علشان هي مثلا عايزه، انا عايز ابقى بيزنس مان ناجح، فبالتالي انا الايدنتيتي بتاعتي هدفها ان انا ابقى بيزنس مان ناجح، فبالتالي انا ببتدي اروح اشوف ايه اللي يخليني بيزنس مان ناجح. فلاقي مثلا ان انا لازم اخد ماستر في حاجه معينه، فالحاجه دي مثلا انا هروح ادفع فيها فلوس مش علشان هي مفيش منها اتنين، ولكن علشان الماستر دي هتوصلني مثلا ان انا ابقى بيزنس مان ناجح. في ناس مثلا بتفكر ان هي تشتري من براندز معينه علشان بس الايدنتيتي بتاعتهم تسمح لهم بده، زي مثلا ان انا لو راجل مثلا مليونير او راجل عايش بلايف ستايل معين، لازم مثلا اشرب القهوه بتاعتي في مكان معين الصبح، ممكن مثلا اشرب قهوه ب 500 600 جنيه علشان بس الايدنتيتي. لكن هل البن ده مثلا هو معمول يعني من حاجه مش معمول منها اي بن تاني؟ لا عادي، ممكن يكون بن بعوف وبيتباع ب 500 جنيه في اماكن معينه، وممكن انت تروح تشربه في مكان تاني عادي ب 40 50 جنيه، وفي غيرك بيشربه ب 20 جنيه ب 30 جنيه. ففي الاخر الايدنتيتي هي اللي بتخليك تدفع ان انت لازم تقعد في مكان يكون البوزيشن بتاعك يسمح بيه. فهنا دول ثلاث حالات اراهنك ان انت ممكن ما تلاقيش حاله غيرهم. ده طبعا ينطبق على اي برودكت او سيرفيس بيتباعوا في الدنيا، يعني انت من ابسط الحاجات لاكبر الحاجات.
اغلى الحاجات مثلا اللي هو مثلا لو افترضنا العقارات والعربيات، هتلاقي معظم الناس او معظم مثلا البابليك فيجرز مثلا، او معظم السليبرتيز زي الممثلين او لعيبه الكوره وهكذا، هتلاقيهم مثلا بيشتروا عقارات في اماكن غاليه جدا ومش بيعيشوا فيها. يعني مثلا بتشوف ساعات تسمع ان هو بيقول لك انا مثلا بجيب 5 6 7 عقارات ومش بعيش فيهم ومش باجرهم، انا بجيبهم بس عشان يبقوا معايا. فهنا مثلا هو شركه العقارات اللي باعت مثلا يونت، او السيلز مان اللي باع يونت زي دي وخد فيها كوميشن حلو جدا، هو ما باعهاش عشان هو سيلز مان شاطر بس، هو اولا طبعا كان رزق ربنا كويس، ثانيا ان في ناس بتشتري بالايدنتيتي مش اكتر، هو هدفه بس الايدنتيتي والبوزيشننج بتاعه. فبيروح مثلا يعيش في اماكن او بيشتري يونتس في اماكن غاليه، ولكن الاماكن دي اتعملت علشان كده. فكده كده البراند الناجح بيبقى بيعمل الحاجات دي وهو عارف مين اللي هيشتريها. يعني هو مثلا لما بيعمل يونت بارقام مثلا انت بالنسبه لك ممكن تستغرب او تتخض، بيبقى غيرك كده كده عارف ان الارقام دي بالنسبه له عادي، وهو عارف مين التارجت اودينس بتوعه. فهنا نجاح الماركتير ان هو لما يشتغل مع اي براند لازم يبقى فاهم الثلاث حاجات دول، ولازم يبقى فاهم انا البراند بتاعي ازاي يطبقهم، ازاي يلعب على البين بتاع الكاستمر بتاعي، وازاي اقنع الكاستمر بتاعي لما هو يكون في مرحله ديزاير او في مرحله رغبه، وان انا ازاي اربط البراند بتاعي بان هو يبقى ايدنتيتي عند مجموعه من الناس. ده حجم كبير من النجاح يقدر يخليك لو فكرت فيه صح وعرفت تطبقه صح على ارض الواقع، يخليك كماركتير ناجح جدا، وماركتير بيعرف يفكر وبيعرف ينفذ حاجات فعلا صح وحاجات علميه، ولكن في نفس الوقت لما بتتعمل صح على ارض الواقع هي نتائجها بتبان لوحدها. طيب يبقى الماركتنج هنا هو لازم يكون بيربط التلاتة في نفس الوقت. برضو انت ممكن تفكر في مثلا براندز انت تعرفها بتعمل حاجة زي دي او بتحسسك الاحساس ده، وغالبا انت هتلاقي يعني غالبا كلنا بنستخدم براندز معينة او بندفع فلوسنا في حاجات معينة علشان بس البوزيشننج مش اكتر، علشان احنا عندنا خوف من حاجة معينة او علشان احنا عندنا رغبة لحاجة معينة عايزين نوصل لها. طيب الفكرة التالتة ان لما الشخص بيبقى عايز يشتري حاجه وساعات بيتردد، يعني انا مثلا ممكن اكون خلاص انا كماركتير عملت كل حاجه صح، وخلاص الكلاينت هو عرفني، عملت له كونتنت قوي، عملت له ادز صح، اشتغلت معاه صح، عملت له كاستمر سبورت صح، ولكن هو لسه برضه ما اشتراش. كلنا كبني ادمين عندنا حاجه اسمها الفير اوف ميكينج ديسيشن. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي مثلا خلاص انا اقتنعت بنسبة 99%، بس انا ناقص لي 1%، خايف ادفع الفلوس وارجع اندم بعد كده. طيب دي كيس بتحصل وبتحصل كتير، طب ازاي انا كماركتير بقى اتعامل معاها؟ عشان انت تتعامل معاها صح، او اقول لك مثلا استراتيجي ممكن تكون من الاستراتيجيز اللي بتنجح وبراندز كتير جدا 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 بتعملها، مش ان هو بيقعد يزن عليك او يقعد يكلمك ويقول لك يلا بقى اشتري وانا اقنعتك وي، لا هو بيعمل لك حاجه اسمها الريسك ريفرسال. يعني ايه الريسك ريفرسال؟ يعني هو بيقلب الريسك على نفسه بدل ما الريسك عليك. انت هنا بتبقى في حاله ريسك، ان انت خايف تخاطر بالفلوس بتاعتك في حاجه وترجع تندم عليها، ايا كان بقى الحاجه دي ثمنها كام. ملناش دعوه هنا بالثمن او البرودكت او السيرفيس ده ايه، احنا بنتكلم بشكل عام. انا كماركتير بقى ممكن مثلا اجي اقول لك طيب احنا ما نقلب الريسك علينا ونديك مثلا حاجه كده ايه تخليك انت تقتنع بطريقه اسرع. طيب انا مثلا ممكن اجي اقول لك في مثال الجيم مثلا، ان انت ممكن تدفع اشتراك الشهر عادي بتاع الجيم، او اشتراك السنه مثلا، او اشتراك الكوارتر ايا كان، وانا بديك فرصه مثلا بعد اسبوعين او بعد 3 اسابيع ان الاشتراك بتاعنا لو ما عجبكش او الجيم بتاعنا لو ما عجبكش انت ممكن تسترد فلوسك. هنا انا خليت الريسك عليا انا، بس في نفس الوقت سرعت قرار عمليه الشراء بالنسبه لك انت، فانت بالنسبه لك بقى قرار الشراء اسرع. طيب مثال تاني مثلا ان انا دلوقتي باجي اقول لك مثلا ان انا عامل كورس هيعلمك ديجيتال ماركتنج، وهتطلع من الكورس ده انت واثق ان انت هتقدر تشتغل فيه. طيب انا مثلا باجي اقول لك ان انت من حقك تجرب اسبوع الكورس مجانا، وبرضه لو الكورس ما عجبكش انت ممكن تسترد فلوسك كلها. نفس الكلام بقى ينطبق على البرودكتس برضو، ان معظم البراندز الكبيره بتتيح لك فرص الاسترجاع والاستبدال في حاله ان المنتج مش كويس او ان المنتج فيه غلطات في التصنيع او هكذا. فاي براند كبير في الدنيا بيستخدم الريسك ريفرسال حتى لو انت مش واخد بالك، ولكن الريسك ريفرسال ده هو بيطمنك شويه او بيسرع لك قرار فكره ان انت تشتري. فدي برضو نقطة مهمة احنا ممكن نبتدي نفكر فيها لما نيجي نشتغل مع اي براند، ان احنا نبقى عاملين حساب الريسك ريفرسال في البراند ده. انت طبعا بتقلل احتمالية ان هو يبقى عنده فير اوف ميكينج ديسيشن، فبالتالي هو ده هدفي، ان انا في الاخر بحول الكلاينت للبوتوم فانل اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، لو انت ما شفتوش ارجع شوفه. وهنا انا بعرف اخلي الكلاينت يخش من الميدل للبوتوم، ودي من ضمن الطرق الريسك ريفرسال، هي من ضمن الطرق. طبعا في استراتيجيز كتير ولكن دي اشهرهم او دي اكتر واحده، هي سايكولوجيكال او نفسيا
بتقنع العملاء وبتجيب معاهم نتائج كويسه جدا. احنا كده خلصنا الفيديو الرابع. باذن الله الفيديو الجاي هنتكلم عن السلعه الاغلى في 2026، وهي حاجه اسمها الاتنشن ايكونومي. الاتنشن ايكونومي ده احنا باذن الله هنتكلم عنه الفيديو الجاي، ودي برضه هتكون فيديو مهم جدا. ولو انت ما شفتش اول 3 فيديوز والفيديو ده، اتمنى ان انت تشوفهم وتسبورت البلاي ليست دي لو هي عاجباك، او لو بتحقق لك هدف من اهدافك ان انت تتعلم ديجيتال ماركتنج، يبقى عندك مايند سيت تشتغل بيها صح في الديجيتال ماركتنج. ولو عندك اي كومنت او عايز تبعت لي اي رساله، اتمنى ان انت تسيبهم لي، وانا طبعا هكون حريص ان انا ارد عليك. واتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد لاكتر درجه ممكنه.